لو ما كنت شفت الاجزاء السابقه فروح شوف الاول تعالى كمل معانا. وجزاء النهارده يا صديقي عظمه العظمه، حاله من الدم والاكشن والاثاره، ولكن قبلها صلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وطبعا اتمنى دعم باللايك الجامد والاشتراك الروش. فركز في البدايه واستمتع بالحكايه ويلا بينا. بيقولوا وقتها المحاربين ان ما عندهمش اي امل في الفوز. اصحاب المستوى الماسي بداوا يتحكموا في عناصر الارض، ولسه خبير الدب بيهجم عليهم بيترمى فجاه نوب حكام مفاجئ على الخبير وبتوقف الهجوم. بنعرف بعدها ان فرسان النار الذهبيه وصلوا اخيرا، وحسب امر الجنرال لي تشينج مكلفين بحمايه سوبا من اي خطر. بيفرح سوبا ورفاقه من ظهور الدعم اخيرا، وبين كده صديقين ان خبير الدب شعر ان الكفه هتنقلب عليهم. بيامر وقتها سوبا وحوشه بالهجوم على الخبير، فبيحاول خبير الدب ان هو يحمي نفسه بدرع من الصخور، ولكن ده ولا حاجه قدام سوباي. بيندفل عنده هاتشو وبيهجم بقوه متفجره على الدرع الصخري وبيحطمه تماما، ولكنه مع ذلك بيكون مغطي نفسه بدرع مع الطاقه. ونرجع لخبير الافاعي ومواجهته مع الجنرال لين، واللي باين كان الجنرال لين متفوق عليه تماما. فبيقول له خبير الافاعي ان هو فعلا يستحق لقب الرئيس القادم لعرش الملك، فعندك بعض المهارات بالفعل. فبيرد عليه الجنرال لين، ولكن النهارده هيكون يوم مماتكم، وبيهجم عليه بقوه ساحقه، ولكن بيتفاداه خبير الافاعي. وبينادي بعدها على خبير الدب وبيعرفوا انهم متفوقين عليهم عدديا، فايه العمل دلوقتي؟ فبيقرر خبير الدب ان هو يتحول لهيئه الدب وبيقتل اي حد بيقف قصاده. بيفعل بعدها كل مهاراته في تكسير وتحطيم كل شيء من حواليه. بيستنجد بعدها خبير الافاعي خبير الدب، وبيعرف ان هو مش قادر يواجه المحاربين لوحده، وبيقول لخبير الدب ان الموازين قلبت عليهم، فايه رايك بالانسحاب مؤقتا؟ فبيقول له الدب انسحب انت الاول انا هتولى الحمايه. ولكن بيقول لهم سوباي هي فين الثقه اللي كانت من شويه؟ دلوقتي عايزين تهربوا؟ هاتشي انطلق عليهم. فبيستعد هاتشي وتيلي يفضلوا الهجوم بقوه ساحقه على الخبيرين. بيتفاجئ وقتها خبير الافاعي ان هاتشي يمكن التحكم في عنصرين مختلفين. ده مستحيل، ازاي يمكن التحكم في عنصرين مختلفين؟ بيهجم بعدها هاتشي بهجوم ساحق على الدب واللي بتاذيه جامد، وفرسان النار مستمرين في الهجوم على الدب. واخيرا تم هزيمه خبير الدب. بيحاول وقتها خبير الافاعي ان هو يهرب بسرعه قبل ما يحصل له نفس اللي حصل مع خبير الدب، ولكن فجاه بيلحقوا ظل اسود وبيسكتوا في الارض، ولكنه ما يكونش ظل بل كان نمر الشبح الخاص بسوباي، وبالتالي بيقضي على خبير الافاعي وبينهي حياته. بينتقل بعدها لساحة المعركة الأمامية وسط زخم الحرب الطاحنة بين كل العشائر وكل الأجناس. بيحضر السيد التاسع لأرض المعركة. لو مش كده وبس، ده كان بيحضر الجنرال نيتشينج، وبيحذر السيد التاسع إن هو لو تدخل في المعركة فلا يلوم نفسه على اللي هيجراله. فبيقوله السيد التاسع لا تكن مغرور، لولا انسحاب بس عشيرتي العنقاء الشيطانية والثعالب السماوية لكان الجنس البشري مهزوما من بداية المعركة. فبيقوله الجنرال نيتشينج إن الجنس البشري استجمع قوته لمدة 100 عام عشان يواجه هجومهم المضاد، رغم انكم بتقولوا عن نفسكم انكم في مستوى الملوك الا انكم مصرين على تحدي القواعد، وده مش هيجلب غير الدمار. ولكن بيقولوا السيد التاسع ان الجيران نيتشينج مش عايش الا 20 سنه قدام فقط، فباي حق بتتكلم عن الدو السماوي؟ انت مجرد رجل ليس له منفعه بيحتضر. وبيأمر السيد التاسع قواته ان هم يتراجعوا لنهر اللوتيان. بينتقل بعدها لسوباي في سياسه جبال القط الشيطاني، واللي بيكون هو باقي الشله في اتجاههم للرجوع لتجميع صفوفهم مع القوه الرئيسيه. بيكلم وقتها المحارب هان المحارب تشينج، هو انت مش واخد بالك انها بطاقه حبتين؟ فبيقول المحارب تشينج احمد ربنا إننا لقينا حاجه عشان يركبها ولسه عايشين. بيأمرهم وقتها المحارب ليه ان هم يوقفوا بسرعه، وده لانه لاحظ تحرك عسكري بيتجه ناحيتهم. بيسالوا وقتها سوبا عن اللي بيحصل بالظبط، فبيقولوا المحارب ليه ان قدامهم جيش يسير بجانب نهر لوتيان. فبيسالوا سوبا ليه في كثير من قوات العشائر بجانب النهر. بيقولوا المحارب ان اكيد بكده البشر حققوا انتصار كبير على الخطوط الاماميه، وبالتالي فباقي العشائر تراجعت عند نهر لوتيان. فبيقولوا المحارب على طول ان هم لازم يلتفوا حول قوات العشائر ويرجعوا لمعسكر البشر. بيصيح وقتها بقى المحارب هان فرحا بانتصار الجنس البشري. فبيسالوا سوبا يا ترى ايه مقدار المميزات العسكريه اللي هنكسبها المره دي، ولكن بيقولوا المحارب تشينج عن اي انجازات قصدك؟ هو احنا فعلنا اي حاجه عشان يكافئ عليها؟ بينتقل بعدها لمعسكر الجنس البشري. بيهني وقتها الجنرال نيتشينج سوبا على نجاحه في مهمته، وكمان تمكنه من السيطره على قديس العنقاء الشيطانيه القديمه. ولكن بيقولوا سوبا انه ما اتحكمش فيها اساسا، شياو هوانج هي اللي تبعتني بارادتها. ولا ايه رايك يا شياو هونج؟ بترد هونج وهي عماله تاكل ايوه صح، انا تبعته فقط لانه بيعمل لي احلى لحم فراخ مشويه على الفحم، وده حرفيا بيخلي الجنرال نيتشينج يموت على نفسه من الضحك. وبيقول له سوبا ان هو فعلا يستحق ان يكون خليفه لوفان. على اي حال ارتاحوا انتوا دلوقتي، وليله هنجهز وليمه كبيره عشان نحتفل بالانتصار. بيشكروا سوبا على عطائه الكبير وكل حاجه عملها، بس في سؤال صغير نفسي اساله، هي فين مكافاتي بعد ما كملت المهمه؟ فبيتم الجنرال تشينج سوباي، وبيعرفوا ان مكافاته في الحفظ والصون. فبيشكروا طبعا الجميع على عطائه، فبيقول لهم ان هم يروحوا يرتاحوا شويه ويرجعوا قوتهم لان قدام هيقتلوا العشائر الاخرى قريبا. بيمدح وقتها الجنرال نيتشينج الجنرال لين على انقاذه لسوباي، ده غير ان هو قضى على 2 من اقوى محاربي العشائر من رتبه ماسيه.
ولكن بيعرفوا المحاربين ان هو مش اللي قتلهم، ده سوبا هو اللي قتل الرجلين من الرتبة الماسية، وده بيخلي جان تشينج مصدوم من اللي بيسمعه. سوبا بنفسه عرف يهزم اصحاب المستوى الماسي. بيقولوا للمحاربين ان الفوضى كانت بتعم مساحة المعركة وقتها، ولكن الوحوش المفكر سوبا يعرفوا كويس ان هم يسكتوا اتنين من اصحاب المستوى الماسي. بيقول الجنرال تشينج ان سوبا عمال يرفع قوته اكثر فاكثر، ولكن كل ما قوته ارتفع الخطر، وممكن السيد التاسع ان هو يظهر له في اي لحظة، لازم نحميه كويس يا لين. بيقولوا المحاربين ما تقلقش، هكون حراسه الشخصي خلف الظلال. بيحل اخيرا وقت الوليمه الكبرى للانتصار الكبير. بيقول وقتها الجنرال تشينجن والطلاب العسكريه اليوم حققوا انجاز عظيم، فيهتفوا لهم احتفالا بهذا النصر. بيهتفوا بعدها بنصر البشريه وبيبداوا ياكلوا بسرعه. بيشكر وقتها المحارب هان الصوباي على انقاذه، فبيطلع عليه صوباي ان حياته اصلا مش بتساوي كوبايه شاي على بعض. غير كده هو كتب له كلمه بالفعل، هو عشان كده صديقي ما تنساش تبعت المواد المعدات اللي انا عاوزها لجميع جنج تشو العسكريه. بيضحك وقتها العجوز تشينج على هان، لان صوباي دايما كان بيعديه في التفكير. فبيرد المحارب هان ان هو شاف مهارات صوباي بالفعل، ولكنه برضه هيشكره عشان هو اللي انقذه. بيقولوا الصوباي ان حظه كويس عشان حصل على سلاح ملكي جديد. فبيقولوا المحارب هان معاك حق، ولحد الان لم يتمكن من اطلاق قوته الحقيقيه. ولكن بيقول لهم الجنرال تشين ان ده سلاح ملكي قديم وكان قوته مختومه، وده بيخلوهم مصدومين. السلاح مختوم؟ بيقول لهم الجنرال ايوه مختوم، واللي فاكر الختم لازم حمله يوصل للمستوى الملكي. ولكن بيقول صوباي ان الوصول للمستوى ده صعب جدا، ولكن المحارب هان بيتحدى نفسه وبيقرر ان هو يوصل لهذا المستوى، وبيشوفوا بعدها نخبه وصول هان لمستوى الملك مستقبلا. وفي اليوم اللي بعده بينتهي لقاءات حامد السور العظيم. بيبقى الجنود وقتها بقالهم ايام مستنيين اي خبر عن الحرب، وحتى المدير بيكون متوتر جدا على الصوباي والمحارب تشينج. بيظهر لهم بعدها جندي من جيش النار الذهبي، وبيتجه ناحيتهم بيصرخ بفوز الجنس البشري، وكمان انسحبت باقي العشائر لنهر لوتيان. وطبعا بيفرح الجميع بهذا الخبر الكبير، وبسرعه بيفتحوا البوابات وبيسالوا الجندي هو ايه اللي حصل هناك بالظبط. بينزل بعدها المدير وبيسأل الجنرال عن اي اخبار عن سوبا والمحارب تشينج. بيرد عليه الجنرال ان هم اصبحوا دلوقتي ابطالا، بالاضافه للمحارب هان. بيندفع الجميع عند الجنرال وبيسالوا عن اخبار الحرب وازاي انتهت، فبيطلب منهم الجنرال ان هم يهدوا شويه عشان يشرح لهم بالراحه. وبيعرفوا ان هذه الحرب بدات من جبال الضباب، وبعد شهر تقريبا نهايه كل الوحوش وتراجعت لنهر لوتيان، وهزم الجنس البشري ما يقارب 800 الف جندي من جيش الوحوش. وعشان كده امر الجنرال تشينج انشاء قاعده جديده عند نهر لوتيان، وده لحمايه سور الصين العظيم اللي على بعد 20,000 ميل من خلفها. بيفرح الجنود من هذه الاخبار، لان بمجرد بناء القاعده هيقدروا ينتقلوا مباشره لخط المواجهه. بيكمل الجنرال الحكايه بان جنودهم قاتلوا بشجاعه باسله، زي مثلا سوباي والمحارب هان والعجوز تشين، اخترقوا دفاعات العدو دون اي اعتبار لارواحهم، وقضوا على مئات الالاف من الوحوش وايضا ما لا يقل عن 10 عشائر. ده غير اقتحموا المدينه الرئيسيه لعشيره شوان بايسون، والزلزال اللي عملوه اللي اسفر عن مقتل 10,000 من الوحوش. بيتفاجئ كل الموجودين من اللي بيسمعوا عن قوه سوباي المرعبه. بيعرفوا بعدها الجنرال ان يتم مكافئته مع الجنرال تشينج والاكاديميه. ده غير ان سوباي يحصل على ميداليه استحقاق مع الدرجه الاولى. بيستغرب الموجودين من كلام الجنرال، لان سوباي وشيرته كانوا ضعاف جدا لما سابوهم. ده حتى سوباي كان في المستوى الفدي. بيقول لهم الجنرال ان كل ما ذكر صحيح، والجنرال تشينج هو الامر ده بنفسه. فبيستغرب زمايله، كل ده يطلع من سوباي؟ انا امتى هواكب قوته بقى؟ وبعد كام يوم بيرحب السيد التاسع بشخص غامض اللي كان بينحني ليه، وبيقولوا ان اي قرار هيتخذه هيدمر فور الجنس البشري. بينتقل بعدها للعرش، واللي بيكون جالس وقتها هو بايان من المستوى الملكي بنجمتين، ملك العوالم التسعه السفليه. بيكلم بعدها السيد التاسع، يا لك من كمامه، بعتك لهنا لمده طويله ولكنك كنت عاجز عن التحكم في الكوكب، وكمان تكبدت خسائر فادحه. فبيقولوا السيد التاسع ان البابا اصبحت اضعف مع الوقت وما قدمناش الوقت الكافي. يا سيدي، من المعركه السابقه عرفت معلومات عن خليفه البشر، وهدفنا تله هو الهجوم على مدينه شان يوان. وفي كمان حاجه مهمه، هؤلاء البشر قبضوا على الأعضاء المقدسة للعنقاء الشيطانية، وعشان كده نوى ذهب لعند زعيم مدينة العنقاء الشيطاني. بيندهش بايان من شجاعة البشر، وبيأمر السيد التاسع إن هو ينفذ اللي نوى عليه، وكان جاب معاه دم ملكي من رحلته، وبيها نهاية البشر على وشك الحدوث. فبيرد عليه السيد التاسع، العالم التسعة السفلية تتمنى لك الانتصار. بينتهي بعدها لقاءات الاجتماعات. بيفكر بعدها القادة في خطوتهم القادمة في الحرب. بيقول وقتها جارد تشينج ان جيوش الاجناس الاخرى ما زالت مستمره في توحيد جيشها، فصعب حاليا ان هم يعرفوا نواياهم. بيسال بعدها هوان شين عن رايه في الكلام ده. فبيقولوا هوان، لو كنت مكان ملك العوالم التسعه السفليه كنت امرت الجيش بالهجوم على حصنتين قبل ما نظام الدفاع يتبنى بالكامل، قادرا على قوه البشريه واقتحام مدينه شان يوان بكل ما املك. بيتفاجئ كل القاده من كلام هوان. فبيقولوا جارد تشينج، فعلا لو سقطت هذه المدينه فهنكون في مشكله كبيره جدا، وعشان كده بيخلي سريه من 200,000 جندي عسكري يتوجهوا فورا لمعسكر جانج تشو، وذلك عشان يستعدوا لاي حدث طارئ، واللي هيكون السريه هو المحارب لين. فبوافق المحارب لين على هذه الاوامر. بينتقل بعدها لمكتب المحارب لين. بيظهر وقتها سوباي،
فبيسألوا المحاربين هو عاوز ايه منه، فبيقولوا سوباي بكل قلق ان الدرع مع الدرجة البلاتينية اللي اداهوله في المرة السابقة اتدمر، وعشان كده بيطلب منه يديله واحد تاني. فبيقولوا المحاربين ان هو هيفكر وهيعطيه كلمته. بيقولوا المحاربين ان هو هيفكر وهيكلمه. بيسأل بعدها سوباي اللي هو كان معجب ببنته هيان ران. بيستغرب سوباي من هذا السؤال وبيسأله ايه المناسبة. فبيجاوب المحارب ان بنته هيان كانت في الحلقة الجاية لقاعدة حامية السور العظيمة عشان تطور من مهاراتها، ولكن مرض دماغ مفاجئ منعها وخلاها تقعد جنبها عشان تعتني بيها، وانت كده عارف اني مش اب كويس ولا حتى زوج كويس. فبيقولوا سوباي بكل الثقة ان هو ياخد باله جامد قوي من يان ران. فبيقولوا الجنرال سأثق بك، فانا لم اكن مقتنع بشأنك ابدا. بيعرفوا بعدين ان هو اتبعت لحماية مدينة شان يوان لان في احتمال لحدوث معركة ضخمة هناك. بيستغرب سوباي هو فعلا هيحصل؟ بيقولوا الجنرال ايوه ده اللي هيحصل، ولكن قبل الحرب الجنرال تشينج مجهز لك شويه حاجات خاصه عشانك، فاذهب هناك وشوف هو مجهز لك ايه. بينتقل بعدها لعند الجنرال تشينج، وكان في لحظه وصول سوباي بيرمي الجنرال تشينج لسوباي عمله شراء، وده عشان يجيب درع من المستوى الملكي بدل اللي انكسر. وبيكلم بعدها سوباي مش عشان المحاربين بطل قومي يبقى تستغل فلوسه كل شويه. فبيرد عليه سوباي حاضر ومتشكر على عمله الشراء، ولكن الجنرال بيكون عاوزه في كلمتين على الانفراد. فبيقول له سوباي اتفضل اتكلم. فبيطلب منه الجن ويجي معاه لبحيرة بيشو وتيان. بيتفاجئ سوباي من طلبه لانها بحيرة خطيرة جدا وعايش فيها التنين الازرق المرعب. فبيقول له الجنرال ما عندكش الجراءة ولا ايه؟ بيرد سوباي بتردد ومين قال اني ما عنديش الجراءة؟ فبيفعل الجنرال بوابة النقل وبيكلم سوباي اذا انت تعالى تمشي معايا قليلا، البوابة دي هتوصلنا لهناك. بيوافق سوباي مع انه لسه مستغرب من كلام الجنرال. فبيخش البوابة وبيذهبوا للبحيرة. بيستغرب وقتها سوباي من هدوء المكان، فبينادي الجنرال على التنين وبيعرفوا ان هم جايين عشان يزوروه، وده بيخلي سوباي خايف جدا وبيقول له ما تخلينا نمشي احسن، شكل التنين مش في البيت. ولكن بتتجمع فجأة السحب وبينزل رعد وبتتكون دوامة ضخمة في البحيرة. بيقول سوباي بكل رعب التنين اتعصب مننا وشكله هيموتنا على كده. وهنا بيظهر التنين الازرق من البحيرة ولسه هيكلموا الجنرال بيهجم التنين عليهم عشان يقتلهم. بيمسك الجنرال سوباي وبيطير بيه في الهواء وبيمر سوباي بعدها ان هو يخرج طاقته. بينفذ بالفعل كلامه وبيخرج قوته. وهنا التنين بيتوقف فجأة. بيفكر وقتها التنين ان هذه الطاقة منبعثة من لوفان. فبيسألهم التنين هو فين لوفان؟ بيرد عليه الجنرال ايها التنين ازورا لوفان مات بالفعل وده هو خليفته واسمه سوباي. بيقوله التنين انه انت بالفعل شعرت بطاقة هاتك قبل كده. فبيسأله سوباي لو كان هو التنين مروض على يد معلمه لوفان عشان لو كده فساده بأي حاجة. بيقوله التنين ان سوباي ضعيف جدا ولا يستحق الحصول على قوة لوفان. بيرد عليه سوباي انه فعلا ضعيف وضعف بكتير من معلمه لوفان. فبيطلب التنين من سوباي ان هو يمنحه 3 قطرات من دمه. بيستغرب الجاي تشينج من كلام التنين وبيسأله هو انت كويس؟ بيقوله التنين دم سوباي مختلف تماما، فبجوهر دم سوباي وبدم التنين اللي بيحمي روحه هيكون التنين بخير، ويوما ما هيقدر سوباي ان هو يفتح الضريح القديم لبحيرة بيشو وتان. ولكن اول عليه اكمال اخر طلب من سيدي. فبيجرح سوباي ايده وبيعطيه بالفعل الدم. بيلتهم التنين الدم وبيشعر فجأة بقوة كبيرة من دم سوباي، وده بيخليه متفاجئ هو ايه اللي بيحصل مع جوهر هذا الدم. بيقول وقتها تين نفسه ان ما كانش متوقع ان مجرد قطرات من هذا الفتى هيرجع له وعيه. وبيسأل سوباي انت مين يا فتى؟ فبيجاوب سوباي ان اسمه سوباي وحاليا هو طالب في اكاديمية ووهان. فبيقوله التنين مش مهم معرفك ده هردهولك اكيد. بيظهر وقتها نظام لسوباي وبيسأله لو كان عايز يروض التنين. بيستغرب سوباي هو فعلا قادر يروض التنين ازورا؟ فبيجي يختار موافق ولكن بيرفض النظام لان التنين قوي جدا. فبيقوله سوباي طب ما دام هو قوي انت ليه جاي تسألني لو كنت اروضه ام لا؟ بيقوله بعدها الجنرال يلا بينا. فبيوافق سوباي لانه اصلا لسه عنده مشوار لقسم الخدمات عشان يجيب الدرع الجديد. بينتقل بعدها للقاعده الخاصه لحمايه سور عظيم. بيتزاحم وقتها الطلاب عشان يشوفوا لو كان سوباي وصل للتوب 10 من متصدري الجدارة العسكريه الاكاديميه ام لا. وفعلا بيكون الاول ب 850 مليون جداره، والتاني هو المحارب تشينج ب 84 مليون جداره، والتالت هو المحارب هان ب 79 مليون جداره. فبيقول المحارب هان ان سوباي كسب الكثير من الجداره العسكريه، بس هو فعلا هيقدر يصرف هذا الكم الهائل من النقاط. بيقول المحارب تشينج ان مهما كان المبلغ اللي معاه فهيصرف فلوسه كلها في اي حاجه هو عاوزها. بينتهي بعدها للسوباي في قسم الخدمات. بيطلب وقتها من البائع ان هو عاوز درع من المستوى الملكي، وده بيخلي البائع مستغربه ازاي السوباي اللي في المستوى الذهبي هيلبس درع من المستوى الملكي، ده حتى الاعضاء اللي في مستوى اللورد بيلبسوا دروع من المستوى الماسي، فهو انت متاكد؟ فبيوريها العمله اللي خدها من الجنرال تشينج. وهنا بتتفاجئ البائعه لان دي العمله الخاصه بالجنرال، دي فعلا هتمكنه هو ياخد درع من المستوى الملكي. ولكن بتقول له حتى لو اخدت الاذن فالدرع هيكلف مليار من الجداره العسكريه. ولكن بيقول لها السوباي ما فيش اي مشكله، حتى لو جدته ما كفتش فياخد ما تبقى من المال من المحارب تشينج وهان، وعشان الامل بيقدم لها هويتهم وكمان بصمه الاصابع الخاصه بهم. وبيضحك الخبيث لانه ضحك عليهم لما ورا لهم بطاقه الهويه خاصتهم. بتشكره بعدها البائعه
على شرائه بتعرفوا ان الدرع يوصل لحد بيته، ولان السباق اشترى الدرع فقائمة التصنيف اتغيرت تماما. المحارب هان وتشينج بيصفر حسابه على الاخر مع جدار عسكريه، والخبيث السباق بتبقى معاه 13 مليون جدار عسكريه فقط. بيستغرب وقتها كل الطلاب من اللي حصل، وبالذات ازاي المحارب هان وتشينج حسابهم اتصفر. هم نفسهم اصلا بيستغربوا من اللي حصل، وبيفتكروا ان في حد هاكر حساباتهم وسرقهم، وعشان كده بيزودوا كيس من الخدمات عشان يحققوا في الامر. فلما بيروحوا بيسالوا البائعه بتقول لهم شوفوا بنفسكم، وبتدي لهم وصف طلبيه سوباي، وبتقول لهم الطلب اللي عمله سوباي كان شامل حساباتهم الثلاثه عشان بس يشتري درع جديد، وده بيعصب الاتنين جامد. بيقول وقتها المحارب تشينج اكيد الواد ده لما كانوا متواجدين من اجهزه تانيه وقت المعركه ما كانش بيدينا جرعات صحه كده ببلاش، ده طلع ان هو كان بيخطط لكل ده من البدايه عشان يشتري اللي هو عاوزه بنقاطنا. يلا خلينا نمشي، احنا نستاهل الدرس ده عشان بعد كده ناخد حظنا من سوباي. بنرجع بعدها للسوباي اللي فرحان بدروعه الجديد وماشي قدام الناس وهو بيتفخر بيه، ولكن وقتها بيلمح المحارب هان وتشينج وبينادي عليهم وبيسألهم عن رأيهم بدروعه الجديد. يا بجحتك يا اخي، لو كان بيعصبه جدا لما بيقول ان هو حاسس ان الدرع مقاسه كبير حبتين ومش مريح، فبيطنشوه بيعرفوا ان هو يروح عشان يرتاحوا في البيت، تاركينه يا صديقي وحدا بدروعه الجديد. بننتقل بعدها لمدينة شان يوان. بيكون وقتها الملك بايان والسيد التاسع مستعدين ب 300 ألف جندي من مدينة العنقاء الشيطانية. فبيقول بايان كويس قوي، مليون جندي من العشائر العديدة بالإضافة ل 300 ألف جندي من مدينة العنقاء ده كيف أول غزو المدينة، ولكن مع ذلك عندنا فرصة واحدة بس لغزو مدينة شان يوان. بيقول السيد التاسع إن هو يضم معلوم 100 ألف جندي بربري للأمان، فبيرد عليه السيد التاسع إن بكده فوزه مؤكد. بيمسك وقتها بايان سلاح غامض شبيه للحمى البركانية وبيضرب السماء بقوة ساحقة وبيقول لهم استجيبوا لندائي. فبيظهر بوابة ضخمة من السماء بيخرج منها عدد كبير جدا من جنود عشية السنان المجنونة والمتعطشة للدماء. بيشكر السيد التاسع الملك بايان لأن بقوة جهودهم معا فجنسهم هيحقق نصرا عظيما. بيصرخ وقتها الملك بايوان على الجنود يلا بينا واستعدوا للهجوم على مدينة شان يوان اللي هتبع أوامر في لحظة بنصر مشرف على الجنس البشري. وفعلا بيبدأ جيش الملك بايوان بالتحرك، بيأمر السيد التاسع جيشه بإطاعة نفس الأوامر وبيبدأ جيشه يتحرك هو كمان. بتقول وقتها ملكة عشية العنقاء إن من ساعة ما ملكهم مات وهما ما دخلوش أي حرب قصاد البشر لمئات السنين، ولكن البشر تجرأوا على تنزيل عزائتهم المقدسة هما السبب بكرهنا وغضبنا عليهم، مش هنرتاح لحد ما ندمرهم بالكامل. فبيهتف الجنود بسكوت الجنس البشري الشرير وبيتحرك الجيش لمهاجمة المدينة. فهل هينجح البشر في صد هذا العدوان الغاضب ولا يسكتوا مهزومين؟ اكتب رأيك يا صديقي في التعليقات. ويستنى الجزء القادم من حكاية سوباي المروض الأسطوري. فعايزك يا صديقي فجر زر الاشتراك واللايك بالحب، وأهم حاجة هو الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وشكرا على المشاهدة وفي رعاية الله.